عليكم. النهارده هاخدكم في جوله في مكان اسمه انجلش باي، وده من الشواطئ المشهوره جدا جدا في مدينه فانكوفر. الشاطئ ده بيكثر فيه الشباب وقت الصيف، وزي ما انتم شايفين النهارده الجو كان كويس شويه، بس احنا جايين وقت الغروب، فتعالى مع بعض كده نشوف انجلش باي. طبعا من الحاجات المشهوره جدا الاقزام الثمانيه او ال12، احنا مش عارفين عددهم بالظبط، بس دول من الحاجات المشهوره جدا. صحابنا مستنيين هناك. والشاطئ ده يا جماعه يعني من الشواطئ اللي هو في الصيف احنا دلوقتي عارفين نتحرك شويه، في الصيف انت ما بتعرفش تتحرك اطلاقا هنا. يعني كل الناس طبعا دلوقتي الناس لسه لابسه شويه في هدوم، بس في الصيف للاسف الشديد الهدوم يعني بتبقى بعافيه شويه، بس الموضوع بيبقى ممتع جدا. طبعا العجل اللي موجود ده بتاع شوجو، ده بتقدر تركب العجله دي بابلكيشن على الموبايل، تقدر تروح بيه اي حته. لان هنا بقى من اشهر الاماكن اللي هوريها لكم في الفيديو الجاي ده، وهو حاجه اسمها السي لاين. اسمه سي لاين يا عبد الرحمن ولا سي وول؟ اسمه سي لاين ولا سي وول؟ السي لاين دلوقتي لو هو طلع محدش عارف عادي. السي لاين هوريه لكم في الفيديو دلوقتي، والناس قاعده بتركب عليه العجل. يلا بينا. تعالى ده في واحد بيبيع هوت دوج ب $5 يا جماعه. الهوت دوج هنا راجل، الناس بتقف لاين اب. فين الناس؟ مفيش ناس. احنا مستنيين هناك اهو، واحد بيشرب سجاير هناك، المفروض ما يشربش سجاير بس بيشرب سجاير. هنقول لوالده هو في ممكن تاكل من عنده ب $5 بس، ومعاه فوق $2 حاجه. بص بقى يا جماعه المشهد اللي هتشوفوه دلوقتي ده. بص كده عبد الرحمن على اليمين وعلى الشمال كده، واعمل 0.5 على مرمى البصر هتلاقي ناس قاعده، بس الناس لابسه جاكيتات، وعلى مرمى البصر على الشمال هتلاقي ناس لابسه ولابسه جاكيتات. الحمد لله لسه انت ما بتشوفش بقى الجاكيتات، انت بتشوف حاجات من غير جاكيتات يعني، والرجاله والسيدات بس. طبعا ايه يعني هو ده المنظر بقى اللي هنا. خليك واحد من الناس اللي سكان المنطقه، هو عارف المكان كويس. ممكن تشرح لنا يا محمد ايه المكان اللي احنا فيه دوت؟ يعني في الانجليش باي. تمام. اسمه الانجليش باي ليه؟ عشان أيوه. الانجليز لما جم هنا من حوالي 170 سنه يا نهار ابيض، ده كويس بقى لك جم على الحته دي. اوكي، استقروا الحته دي. والمنطقه دي ما فيهاش غير مطعم واحد بس. فين؟ اللي هو هناك اسمه كاكتس كلاب. اوكي. 75% من المكاسب بتروح للحكومه للبلديه. ممتاز ممتاز. في نفس الوقت في الصيف الناس هنا بتيجي كل يوم بعد الشغل تقعد. اوكي. سواء على الرمله او سواء على النجيله. ويوم واحد في السنه حاجه اسمها البير ايفنت. اوكي. الناس بتيجي يوم واحد كل سنه ينزلوا في عز الساعه على البحر. يوم واحد احنا ما شفناش بهدومهم بمايوهاتهم. تمام. اوكي. بتبقى الميه ساقعه ثلج. تمام. ولكن الناس هنا بتبقى نوع من انواع المسابقه. تمام. هم يقدروا يتحدوا الطبيعي. احكي لنا عن ذكرياتك مع المكان ده. انت احكي لنا عن ذكرياتك انت العاديه، بتيجي تعمل ايه هنا؟ باجي اتمشى كده في المكان. اتفضل. باجي اتمشى من البيت لغايه الحته دي. اتفضل انت اتمشى كده واحنا هنيجي وراك. اتفضل. منظر البحر جميل زي ما سمعنا بس ولا مش سمعنا؟ عشان الصوت ممكن ما يبقاش واضح قوي. السانسيت هنا جميل، الناس كلها بتيجي هنا بس تتفرج على السانسيت. اوكي. طبعا المكان ده لما بتيجي تلاقي ناس كتير ما بتتكلمش انجليزي، ده مكان بتاع السياح. اوكي. او الطلبه اللي من جنسيات تانية بييجوا يحبوا الحته دي قوي. عشان هي دي المكان السياحي الرئيسي في فانكوفر. ممتاز ممتاز. انا بشوف ناس كتير بتلعب العاب كده على الشاطئ. عارف انت الالعاب ديت ولا ما تعرفهاش؟ بيلعبوا كره طايره. كرة طايرة، وفي حاجة تانية برضو اللي هي معروفة، البتاع اللي في الارض دي وبيلعبوا عليها. احنا اشتريناها اسمها ايه؟ البتاع زعزع. احنا اشتريناها بتاعت الكورة دي اسمها ايه؟ بتاعت الكورة اللي سبايك بول. سبايك بول دي في مجموعة كده 4 واقفين حوالين بعض وبيبدأوا يلعبوا السبايك بول دي. ولو تبص هناك في الاخر المراكب دي كلها واقفه كل واحده في مكان معين. اوكي. مستنيه مكانها. ايوه. تخش في المينا اللي هي ورا الحته دي. ممكن تورينا بس فين مكان مينا؟ المينا ورا الستانلي بارك هنا. اوكي. فكل واحده من دول من المراكب واقفه في طابور. اوكي. وفي مكان معين. تمام. وهنا كل صيف في شهر 7 بيحصل كل 3 ايفنتس للفاير ووركس. اوكي. دول اكبر فاير ووركس في كندا كلها بتحصل هنا. تمام. تبقى مسابقه ما بين دول مختلفه. هيك بالظبط في النص كده. اوكي. بيطلع منها الفاير ووركس من جوه. هو ده اللي احنا بنشوف فيه سبانيش بانكس؟ في بقى شواطئ كتير يعني، في قدام هنا كمان في سانسيت بيتش. اوكي. تمام. حلو قوي. وايام الفاير ووركس الحته دي كلها قبل الفاير ووركس ب8 ساعات الناس كلها بتيجي تفرش وتقعد. اوكي. احنا عملنا كده السنه اللي فاتت سنتين، بنقعد نستنى، وزي ما انت بتقول بيبقى انا ما اعرفش المركب بتبقى فين، بس واضح ان هي بتبقى هنا في النص بالظبط، لان هي كانت بتبقى بعيده خالص عننا. احنا بنبقى قاعدين في بيتش هناك خالص وشايفين العاب ناريه بتحصل كتير. واحنا ناويين السنه دي ان شاء الله مع المجموعه نيجي كلنا هنا 40 فاير ووركس مع بعض على الاقل في مره من المرات. طب زي الفل. هي بتحصل يوم سبت، بعدين اربع، بعدين سبت، تبقى ممتاز. كلها في اسبوع واحد. أوكي. حسب لا كل سنه 3 دول مختلفه. اوكي. اهم حاجه ان يبقى معاك الموبايل، تجيب على قناه الراديو اللي بتذيع المزيكا، لان في مزيكا معينه لكل دوله. اوكي. تحطها مع الفاير ووركس. تمام. يبقى ليها معنى اكتر. حلو قوي. ممتاز.
نشكرك جدا يا محمد على الجوله الجميله ديت، ربنا يخليك، وانا شكراً. ناخد منك الراجل الطيب ده ونقول اخر حاجه. شكرا جزيلا. باي باي. بص يا جماعه، المعماره دي برضه عايز اوريها لكم. العماره اللي فوق دي عماره كنت شغال في شركه من الشركات، يعني بدون ذكر اسماء طبعا، هي اللي كانت عامله الواجهات دي، ودي كانت عباره عن رينوفيشن لعماره موجوده بقالها مثلا من 1900 حاجه و60 تقريبا، وعملوا لها يعني فول رينوفيشن بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بس زي ما انتم شايفين كده بقيه الناس، طبعا مشكله الحاجات دي بالنسبه للناس اللي بتبقى موجوده في كندا هنا، وهي فكره بتاعه الماريجوانا والحاجات دي، لان احنا مش متعودين عليها. الماريجوانا ده شبه الحشيش هنا، بيشربوه بسهوله جدا، فدي حاجه يعني ممكن انت الانسان ما بيقدرش يتعود عليها، بس من الحاجات اللي موجوده بشكل كبير. زي ما انتم شايفين طبعا مره ثانيه، يعني الناس برضو بتيجي هنا وقت الليل ده، بيبداوا يلعبوا مع بعض، يقعدوا يعملوا حاجات في الويك اند. بس طبعا كمان شويه هتلاقي الناس كلها بدات تروح، عشان بكره ان شاء الله عندنا يوم شغل. زي ما انتم شايفين كده الدخان هنا ريحته قاتمه، احنا مش قادرين والله نتنفس، بس بنصور عشان البتاع ده، بس الموضوع صعب جدا جدا، وللاسف الشديد ده قانوني ما تقدرش تمنعه. اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم ان شاء الله. تابعوني في بقيه الفيديوهات، هتكلم بقى على حاجات اكتر في كندا وليها علاقه بالصيف، وليها علاقه ممكن تعمل ايه في الصيف انت واصحابك واخواتك واسرتك يعني قصدي. اتمنى مره ثانيه يكون الفيديو عجبكم. اشكر عبد الرحمن الكاميرا مان اللي بيصورنا. شكرا عبد الرحمن، اشوفكم على خير، خلي بالكم على نفسكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا معكم حكم من كندا.